كلنا عندنا بنك للمشاعر كده، رصيد. عارفين الرصيد؟ كلنا عندنا رصيد. رصيدك لما بيخلص عندي مش هعرف اعمل حاجه. ومحدش يقول خلاص احنا اتجوزنا وتمام لا. لا، الجواز ده بيكبر يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، زي الطفل بالظبط، زي ما احنا قلنا كده، محتاج اعمل فيه مجهود زي الطفل. كل ما بزود الرصيد كل ما الطفل بيكبر. فالنهارده انا لما بزود رصيدي عند زوجي ويجي يحصل مشكله او حاجه بتتعدى. ليه؟ عشان في رصيد، عشان في شويه حاجات حلوه، في رصيد. ما احنا طبيعي في مشاكل، حتى واحنا بنحسن علاقات، واحنا بنحسن علاقات طبعا في مشاكل. وانا بحس في مشاكل، هو ده الطبيعي على فكره ان في مشاكل. الطبيعي مش الحياه طول اليوم وردي، مش الطبيعي ان الحياه على طول حلوه، ده طبيعي بيحصل. فمحتاجه ان احنا نبقى عندنا وقت خاص نقعد نتكلم فيه، وقت ثابت نقعد نتكلم فيه، سواء كل يوم سواء مره في الاسبوع. لازم يبقى عندك وقت، لازم. ما عندكش وقت قوي يعني خلاص اشركها في بعض الانشطه، او اشركيه في بعض الانشطه بتاعتك، حتى لو حاجات بسيطه، حاجات بسيطه تعملوها مع بعض. ده بيقوي العلاقات. جون جوتمان بيقولك ان ده من احسن الحاجات اللي بتقوي العلاقات، ان احنا نقضي وقت مع بعض، ندخل في تفاصيل بعض، نعمل المشاوير، حاجات كتير مع بعض. مش لازم كل مشاويرك، بس ان شاء الله حاجه واحده بس بيبقى فيها اختلاف. بتحس ست بتقدير، بعض التقدير لما الراجل بيعمل معاها مشوار، كذلك الراجل